كامل، اوكي، كابتن عصام عبده، كابتن علاء عبد الغني. دول كان مدربين. اصل انا دايما اسال السؤال ده ليه؟ لان لازم المدرب يبقى عنده رؤيه ثاقبه للاعب. ما ينفعش ابدا يبقى لعيب زيك او زي كهربا والمدرب ما يبقاش شايف، ولو انه النبوغ احيانا بيجي لك في وقت تاني وارد يعني، لكن زي ما بيقولوا الجواب بيتبان من عنوانه يعني. طيب كويس. هما كابتن كان في الفتره دي انا ما كنتش بلعب، بس كنت بتصبر بالكلام كتير قوي يعني. كان كابتن علاء عبد الغني يقول لي انت كويس بس جسمك ضعيف. انت كويس بس مش عارف كده، الكلام ده الكلام اللي هو ما جابش همه معاك. ايوه انت. فانا ما كنت حاسس ان انا ماليش دور في النادي. كان بيسبب فانا كنت حاسس ان انا ماليش دور في النادي، فقلت يعني انا عايز العب يعني، انا بتمرن عشان العب ماتشات، فما كنتش بلعب ماتشات. فقلت اروح نادي الداخليه يعني. فناس كتير قالوا لي لا بلاش وهتبطل. الداخليه كانت قسم تاني ولا كان ساعتها لسه الداخليه في القسم الثاني. بلاش وهتبطل كوره ومش رحت مع محمد نصر في الداخليه. كابتن اوكي. سبحان الله كابتن، جت يعني بالعكس، بدا يعني كانت بدايه طريقي. رحت الداخليه كابتن، ما كملتش السنه، لعبت مع اللي هم ال 21 سنه وانا 94. وانت 94. بعد كده لعبت ماتش مع ال 21 سنه، ورحت طالع مع الدرجه الاولى. كابتن علاء عبد العال. كابتن علاء عبد العال من اول ما طلعت من الدرجه الاولى. وانت عندك كام سنه لعبت درجه؟ 17. وانت عندك 17 سنه. السنه اللي انا مشيت فيها من الزمالك يا كابتن على طول لعبت في الداخليه درجه اولى. اوكي. بس خدتها درجه اولى كانوا قسم ثاني. كانوا هم لسه صاعدين بقى. كانوا لسه صاعدين. وانا طلعت لهم لما هم صعدوا. كان لسه الدوري اصلا ما بداش. اوكي. اتمرنت معاهم بقى كابتن، عملت فتره اعداد مع كابتن علاء وكده ومن ساعتها ما بنزلش بقى من بتلعب على طول. على طول. هسألك بتلعب ايه، بس خلي برضو ايه شاب جميل زيكم كده يبارك لكم، نجم بقى النادي الاهلي النهارده سعد الدين سمير. مساء الانوار يا سعد. مساء الانوار يا كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله كله تمام يا كابتن. بارك يلا بارك. بسلم على كهربا طبعا، وحشنا كهربا. حبيبي يا سعد، حبيبي والله عالمي. انت اكتر والله. والله منبدع في الجزائر والله. حبيبي يا سعد والله، وحشني انت اكتر والله. واحمد سمير منور ابو حميد. ربنا يخليك. انتوا لعبتوا مع بعض في اي وقت ولا ما لعبتوش؟ لعبنا كابتن سعد مع المنتخب الاولمبي. مع المنتخب الاولمبي. كنت انت معاهم؟ ايه رايك في المنتخب ده يا سعد؟ قول لي. والله يا كابتن مدحت، اولا يعني الواحد فخور بيهم وشرفنا ورفعوا راسنا وحسسونا يعني ان مصر لسه فيها رجاله وفيها ناس قادره تعمل حاجات كتير. وغير طبعا فرحتنا كلنا المجموعه بتاعتنا الشباب بالكابتن ربيع ياسين طبعا، لان هو كان مدربنا في منتخب الشباب واحنا صغيرين. فالواحد سعيد بيهم طبعا، ويعني كان لازم نبارك لهم، دي اقل حاجه، ونتمنى الفتره الجايه يفرحونا بكاس العالم. وعلى المستوى الشخصي اكيد سعيد طبعا وفرحان بكهربا، لان هو من الشخصيات المحترمه يعني. كهربا احنا نعرفه كويس، هو واهله ناس محترمين وناس كويسين جدا. انت من شبرا يا سعد؟ يا كابتن من شبرا؟ انت من شبرا؟ لا انا مش من شبرا، بس ابوه على طول الحاج معانا على طول في المعسكرات وبنشوفه وكده. طب من مصر القديمه؟ انا من بنها. طيب ماشي يا سعد. طب قول لي يا سعد. يا كابتن انا عارف ان انت بتحب تعلق، كان انت طموحك ان انت تبقى معلق، انا عارف، بس ما مشيتش معاك. لو انت دلوقتي بتوصف هجمه بدات من عند احمد سمير وعرضيه، انا بغششك اهو. لا انا ما بعرفش اعلق، ما بقلد بس. طب قلد بطريقه اي حد انت بتحبه كمعلق. اي حد غير الكابتن مدحت شلبي. انه احمد سمير عدى من ناحيه شمال ورقص واحد والتاني وبتاع، عملها عرضيه لماها كهربا ورقص، مش كده يعني؟ لا انا ممكن اقلد لك الفرحه بتاعت الجول بتاعت كهربا مثلا. يلا. يعني لما الكابتن مدحت شلبي مثلا كهربا يجيب الجول، فممكن الكابتن مدحت بقى ايه يعني ايه يقولوا هلا 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 هلا. كهربت الدنيا يا راجل يخرب بيتك. سعد سمير. طب استنى يا سعد، محمد نصر هيعرض لك ضربه الجزاء بتاعت كهربا، وانت علق عليها من لحظه دخوله بقى وهو بيحطها وبتاع. علق زي ما علقت في الطياره كده. انا ما بعرفش اعلق يا كابتن والله. ده انت استاذ. الشاشه انت عشان يا كابتن، انت عشان نجم كبير وليك لازمات معينه، فالواحد ممكن يلقطها بس كده، اما ما نعرفش نعلق يعني كده. طيب هتعلق برضو يا سعد، هيحط لك ده الشاشه قدامك. قدامك. يلا اهو بيستعد كهربا. يلا قول بقى يا سعد، قول. وكهربا انطق يا ابني، الماتش خلص.
هيشوت يا كابتن. شاط خلاص. هنرجعها تاني، هنعيدها تاني. طيب ماشي. هنعيدها يا محمد. انا معاك يا سعد اغششك. طب غسيتنا يا رب. ماشي يا فاكهه. خف دم يا كابتن في مصر ده والله. جميل، ده سعد المنتخب ده الأولمبي قمر. كان بيضحكنا ده ضحك يا قمر كابتن. سعد، ده قمر. خلاص يا سعد بستعد أهو. يلا يا سعد. وداخل اشوط. شوت يا ماشي. سعد. شوت خلاص جبتها جون. برضه ساعة. الصورة باين عندك وكهربا داخل. هلا عليك يا كهربا، يا سلام عليك يا ابني، فرحت المصريين والله، يا سلام يا كهربا. مصلحه يا كابتن اقول حاجه. عارف انت يا سعد بالتعليق ده مفيش حد هيجيب التلفزيون خالص. اكيد طبعا يا كابتن في المنتخب يا كابتن. لا انت جميل يا سعد. كابتن محمود تريزيجيه يا كابتن. عايز محمود تريزيجيه ملوش حكاوي في المنتخب غير عن سعد سمير. غير عن سعد. الصراحه سعد سمير يا كابتن فاكهة. من اجدع أخف الشخصيات دم اللي في في مصر. مصر. لا، سعد وراجل يا فاكهة. كابتن ومحترم جدا اقسم بالله يا كابتن. بص لما كنت في المنتخب الاولمبي كان على طول يكلمني، هو مسميني اسمي كده على طول، هو ممكن يقوله اجيب لك مشبهني بيه على طول. بعد البرنامج على الكلمتين الحلوين دول، اجيب لك عصير. حبيبي بقول لك طب بقول لك ايه يا يا سعد. سعد، ايه قصه عشوائي دي؟ بيطلع عينيا يا كابتن، لما كنا في المنتخب كان بيطلع عينيا في التمرين، كان في التمرين والماتشات ينزل يعمل اي حاجه في اي حاجه، كفته في اي بتنجان. ده الكهرباء. يعني هو طبعا لعيب جامد وكل حاجه، لكن هو بقى طبعا بقى عشان انا بحبه كده فكان بيطلع عيني. طب بقول لك ايه، ماتش الاهلي طيب، اخر ماتش الاهلي، اخر ماتش المسافه. ماتش الاهلي نزل بصراحه كان هيخلص علينا، كان هيجيب فينا جون وكده، بس ربنا يعني من عنده. ده في تحت 20 ده مع الدرجه الاولى اخر ماتش. مع الدرجه اخر ماتش بتاع 2-1 لما طلع الكوره على بتاع 2-1 انت كنت هتجيب جون جامد. الحمد لله. بالتوفيق يا سعد، وسعداء بيك والله يا سعد، وبتمنى لك كل التوفيق يا حبيبي. ربنا يخلي حضرتك كابتن، وبشكر حضرتك، ومبروك تاني مره للرجاله اللي موجوده عند حضرتك، وربنا يوفقهم ان شاء الله يا كابتن. مبروك يا حبيبي، الف مبروك علينا كلنا. احنا خلاص خلصنا قصتك يا احمد. يعني انت خلاص ده في الداخليه بقى بتلعب مركزك ايه؟ بلعب يا كابتن هاف رايت. هاف رايت وتحت الفرد. يعني انت في الداخليه هاف رايت وتحت الفرود، وفي المنتخب باك ليفت. طب جت ازاي؟ الظروف يا كابتن، كان عندنا محمود وحيد الباك ليفت بتاع الاسماعيلي وفي نادي انبي حاليا. انبي بقى خلاص بالاسماعيلي بقى. قبل البطوله يا كابتن كنا بنلعب منتخب ليبيا ماتش ودي، فجاله يعني قصبة رجله اتكسرت. فما فيش باك ليفت. فجه كابتن ربيع، طبعا انا كنت موجود، فجينا كنا بنلعب ماتش الترسانة ماتش ودي، فجه قال لي انت هتلعب باك ليفت. عندك مشكله؟ قلت له يا كابتن مش مشكله العب باك ليفت. قال لي هتعرف تلعب؟ اول مره تلعب؟ يا كابتن. قلت له يا كابتن مش مشكله العبها. لعبت ماتش الترسانة ده، كنت احسن لعيب في الماتش. فقال لي انت لو وحيد ما رجعش على البطوله انت باك ليفت. كان اكتريه الماتشات ما كنتش بلعبها كمان، يعني هو ماتش الترسانة ده لعبت باك ليفت، وبقيه الماتشات بلعب في الحته بتاعتي قدام اللي هو هاف رايت او تحت ترسانة. جينا قبل البطوله بقى خلاص بشهر، ابتدينا بقى اما لعبنا ماتشات وديه مع مالي وفي المغرب، لعبني بقى باك ليفت وكده، وسبحان الله يا كابتن لعبت فيها وانت بقى حبيت المكان؟ يا كابتن هو كويس، بس انا يعني اللي يعني ما كانش كويسه عندي دي حته المدافعه، لان انا يعني ايه في الباك ليفت دي الوقفه شويه مش كده، عشان مش واخد على المكان بس شويه. مش واخد على وقفه الباك ليفت. 3 اوفرات يا كابتن وصلنا كاس عالم. ما هو 3 اوفرات ب3 اجوان. ما انا عارف احمد نعم عمل 3 اوفرات، واحده الرامي واحده الحمد وواحده الايه؟ واحده الكهرباء. واحده الكهرباء، ال3 اوفرات بالشمال. وده جون النشيره ده انا رحت اتفقت معاه عليه. الجون الثاني هو قال لي كابتن بين الشوطين الفاولات، قال لي انا بروح على البعيد. العبها لي على البعيد، هم كلهم بيروحوا على القريبه، فلما الشوط الثاني لعبها لي على البعيد حطيتها بدماغي. انا هو كان فيها توفيق ليه؟ اسامه ابراهيم يا كابتن الباك رايت عمل بتاع 15 20 اوفر. كل اوفرات يا كابتن السيرد باك يقلش وتطلع بره، تريزيجيه يحطها الجون يطلعها. انا يا كابتن اروح مستلم وعامل اوفر تخش جون. يجي واحده بنحتفل بالجون يقول لي يا ابني هو انت بتعمل ايه يا ابني ليه كده؟ قول له ده النفس بقى. والله عند ربنا. انا عايز اخد تليفون جميل. والدك هو هينزلك التليفون تحت بقى، الدشي تحت البيت والله، ممكن ننزله والناس تحت البيت هناك عايزين يكلموا حضرتك والله. يلا انا جاهز حبيبي يا كابتن. يا حاج عم منعم، مساء الانوار. مساء الانوار يا جنرال مدحت يا شلبي. يا رب يخليك ويكرمك ومليون مبروك. يا مبروك ليك يا كابتن، ده انت اللي سيادت كهرباء وسيادت شباب مصر كلها. الله يكرمك. القناه اللي بتدلعهم. لا ده بتدلعهم بيك انت يا كابتن. ربنا بجهازك الجميل. يا رب يكرمك. الانوار مساء الفل مساء الياسمين عليك يا كابتن مدحت انت ورجالتك المحترمين. ربنا يكرمك ويخليك. قول لي بقى يعني كهرباء يعني سيبك بقى من هو لعيب كوره، هو بقى في البيت اجواءه ايه؟
هل مطيع؟ هل متعب؟ بيكهرب الدنيا؟ يعني قول لي كده. والله يا كابتن مدحت، أم وأخته وبنت خاله خدامينه لللبس والأكل والشرب، وما نقدرش نستغنى عنه رغم بيتعبهم. بيتعبهم، عايز ياكل ويلبس ويشرب ويتكلم في التليفون ويتكلم في النت ويتكلم المدربين ويتكلم الإدارة وهو قاعد اعملي هاتي 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 هاتي. وأنا بقول لهم لازم تقفوا فوق دماغه إذا كان عاجبكم، لأن ساعة ما بيستغنى ما بيمشي من عندنا تأكد إن البيت بقى ضلمة. يا سلام. تعب معاك كده يا كابتن والله. جدا إن هو لازم، دي مسؤولية ودي حياته وده مستقبله. فلما بيطلع معسكرات احنا بنكون بين البنين زعلانين لا فرحانين ان هو برضه في امان في قلب ام الدنيا مصر. طبعا مصر طبعا ام الدنيا واحضانها وابنها، فلازم يتعب ويشقى عشان خاطر بابا جدا. بعت شركتي، بعت عربياتي عشان خاطر بابا كهرباء اوصله ووصلته بابا وعوضني. واول ما قبض اللي انت عارفه بقى ما حدش عارفه ده عارفه، واشكر جدا 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 مجلس اداره انبي يا كابتن. ارجوك سامحني اديني فرصه. اتفضل. مجلس اداره انبي ورجاله المحترمين، مهندس بدر، الكابتن عبد الناصر، الكابتن مصطفى الامير، والاب الروحي لكابتن كهرباء. مفاجاه ليك انت يا كابتن. الكابتن المحترم القبط الاصيل المصري، ده مش قبط ده مصري ده مسلم. الكابتن عادل زكي الاب الروحي لكهرباء حسين امين توصيات، وده اللي بيقول له اعمل وساوي ويقول لي اعمل سوا بس يعني اعمله. وبقى يعني الفرصه نسيت كابتن حسين امين ولا ايه؟ عليها. ها؟ نعم نسيت كابتن حسين امين. لسه يا كابتن انا جاي في الطريق كابتن حسين امين والكابتن سيد ياسين اللي اثر عليه واتخانق معاه سنتين. كابتن امام محمدين امام محمدين يا كابتن. ايه يا كابتن الناس دي كلها، ما انا اقول لك لو يسمح لي اقول له على كل حاجه ان شاء الله. لكن كهربا هو ابن انبي. الاهلي طردوه واحنا بيت اهلاويه ومش زعلانين. النهارده الاحتراف يا كابتن مدحت لازم اثبت وجودي طبعا، اثبت وجوده والحمد لله جدا. تعبنا وشقينا وربنا هو اللي ليه فضل علينا ووصلنا. احنا في قمه سعاده. اسمعك دي شيء مصر كلها فرحانه. هي النهارده جاتوه حاجه ساعه وبكره العجل وهنصوره ونبعت لك، واتمنى تبعت كاميرا او تشرفنا. ده جاي يا بابا، ده جاي ان شاء الله، ده جاي. احنا هنذبح له خروف فوق العجل ان شاء الله ان شاء الله. خروف فوق العجل عشان خاطر الكابتن مدحت شلبي. وناسه زهروت يا بنت، زهروت عشان الكابتن مدحت شلبي. راسي هو ده. الله الله ماما انوار عليك يا كابتن. اديني ماما بابا، اديني ماما صوتها تعبان بس خدها، مش قادر خدها عشان كابتن مدحت. كابتن مدحت الجنرال حبيبي 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 حاجه. مامتي 24 ساعه تدعي لي. اكلم ماما. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا 24 ساعه بتدعي لي انت يا امي. والله انا بلعب انت عارفه بدعائك. انا مش قادره اقول لك انا عامله ازاي. والله مش قادره اتكلم. من ساعه من اول البطوله دي لاخرها ولا بننام ولا بناكل، علينا نصلي وندعي نصلي وندعي نصلي وندعي يا ربنا. طب انا عايز اسالك سؤال، انت ايه اللي طلعك على التلفزيون من غير ما تقولي لي؟ عليك يا محمود. انا اسفه دي غلطه مني. اول مره طلعت من غير ما تقولي لي ليه؟ هو انت مسيطر للدرجات حبيبتي دي؟ لا والله ده حبيبي محمود قوي 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 يعني. ربنا يخليه لك يا رب. انا مش قادره اوصف لك محمود دوت عندي ايه يعني بصراحه يعني. ربنا يخليه لنا يا رب. ونشكرك ونشكر القناه بتاعت حضرتك، هي بتشجع كل اللعيبه وتديهم الفرصه للاشهار والف شكر يا رب يخليكي. اشكر نادي انبي واشكر طارق العسري بالذات علشان هو بصراحه اللي اداله الفرصه الكبيره اللي هو يظهر بالمستوى الرائع ده. اكيد يعني اكيد يعني. ونشكر كابتن عادل زكي حقيقي يعني برضه متبناه جدا يعني. واي مشكله اي حاجه عادل زكي على طول، كابتن عادل زكي. دلوقتي بقى هو كهربا اخواته ايه؟ عنده اخت واخ؟ عنده فتحي عبد المنعم برضه بيلعب في الاهلي وبعدين كان بيلعب في الاسماعيلي. اكبر وسالي واخته. اخته جميل. لكن انت واضح ان حضرتك القلب مايل زياده عند كهربا شويه. في الاخر العنوان